السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل بروتين بتاع الغلابة. طبعا احنا كلنا غلابة. ان شاء الله هنعمله بس بطريقة بتاعت زمان اللي هي بتاعت جدتي وجدتك. نعملها بطريقة جديدة. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده انا جايبة طماطمية كبيرة حلوة، والملوخية الناشفة، والفول المدشوش زي ما حضراتكم شايفين، ومعلقة كمون ومكعب مرقة، والثوم، الحلة اللي هنحط فيها، وكوبايتين ونص مية سخنين. هنحط دلوقتي الفول في قلب الحلة اللي احنا هنعمل عليها، وهنزل عليها بالخضار اللي هي القوطة والكمون والمكعب الشوربة، وهنزل عليها بقى بالمية السخنة زي ما حضراتكم شايفين كده، وابتدي ان انا احطها على النار لحد ما تستوي كويس وتتهري. بعد كده هنضربها مع بعض كده زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي حطيت المية، احطها على البوتاجاز دلوقتي اهو كده. هبتدي ان هي تغلي خلاص كده. طبعا تقلبوها زي ما انتوا شايفين. خلاص كده هوريكم شكلها، شايفين مستوية ازاي. هبتدي ان انا اهرسها بالهاند بلندر كويس. هوريها لكم. ما تنسوناش بلايك. زي ما حضراتكم شايفين كده عملتها بالهاند بلندر. زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي ان انا احطها على البوتاجاز تاني. طبعا مش هحط ملح كتير، هحط حاجة بسيطة لان هي فيها مكعب مرقة، واحط لها معلقتين كبار من الملوخية الناشفة. خلاص كده هبتدي ان انا ارفعها على البوتاجاز. أكلة بسيطة ما تاخدش 5 دقايق على بعض. هتعمليها وتقعدي ترتاحي. طبعا وانتوا عارفين ان احنا في اخر الشهر، فبنحاول نظبط نفسنا كده عشان الميزانية تكفي. هحط معلقتين الملوخية الناشفة اللي قلت لحضراتكم عليها زي ما انتوا شايفين كده. وراح حطها بقى هي كده على البوتاجاز. طبعا انا جايبه حبه في كام فص توم دقاهم، وابتدي ان انا اسيح، احط حته زبده كده على البوتاجاز، ونبتدي هي اول ما تغلي كده ابتدي ان انا احط معلقه زبده على حاجه، واسيحها واقللها تومه. انا لقيتها احتاجه حبه ملوخيه ناشفه تاني، رحت زودتها. مش عايزه اقول لكم الريحه تجنن. حلاوتها الاكله دي بقى معاها شرايح بصل وحبه مخلل الليمون، مفيش بعد كده. حطيت معلقه الزبده، بتديها طعم تاني خالص، بتوديها في حته تانية خالص. وهنزل عليها بمعلقه التوم اللي احنا هرسينه زي ما حضراتكم شايفين كده. انتوا شايفين الزبده البلدي. هقلبها كويس، وبعد كده هنزل عليها بحبة من البصارة. خلاص هي كده اتحمرت، نزلت عليها بالبصارة. هروح مرجعها تاني في الحلة، فضيها بقى في الحلة. شايفين شكلها يجنن ازاي.
زي ما انتوا شايفين كده اهي. هي خلاص كده السخونية مشبرة التليفون. انا سبتها تهدى شوية كده واوريها لكم. وادي البصارة، مش عايزة اقول لكم طعمها كان يجنن بصراحة. تنسوناش بلايك حلو بقى منكم كده عشان تشجعونا. وهنزل على الطبق كده. طبعا هحمر لها حبة بصلاية واروح ايه حطاها من فوق عشان تتزين بيها. وفي نفس الوقت البصلة بتدي طعم جميل جدا معاه. بقى لو جبت بتاعتين ليمون، وحديتين ليمون وقطعتوهم وعصرتوهم على البصارة ملهاش حل، حكاية. وادي البصارة. يا رب تكون البصارة بتاعت جدتي الحلوة دي تعجبكم. ما تنسوناش في لايك وتفعيل الجرس علشان نجيب لكم كل جديد وجديد بإذن الله. وأكلة ما كلفتنيش 5 جنيه. الأكلة دي مكلفاني 5 جنيه، كترتش عن كده. تنسوناش بلايك. جربوا الأكلة دي هتعجبكم جدا، وبالذات ان احنا في اواخر الشهر عشان نمشي الدنيا والميزانية تمشي. غدوة كفتنا احنا والعيال ب5 جنيه، مفيش اجمل من كده. واحنا الستات بنحب نوفر. ولا تقولي لي لحمة ولا تقولي لي زيها زي اللحمة، راسها براس اللحمة، ويمكن كمان هي بروتين اعلى من اللحمة، لان اللحمة اليومين دول مش مضمونة. متنسوناش باللايك. مع السلامة.